الموجودين بهذه القاعة، وأنحني إجلالا لأرواح الشهداء، وخاصة بشخصية المقاوم الكبير والشهيد الكبير الذي بنى أساساً متيناً للثورة وبناء النظام الديمقراطي التي نناضل من أجله لتمثيل جميع الشعوب حقه من ناحية الثقافية واللغوية، وإلى شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم بأواخر هذه الأيام التي نعيشها. أنحني إجلالاً لمقاومة شهدائنا الذين يضحون بجبال كردستان لغاية أو لهدف بناء نظام الأمة الديمقراطية. أنحني إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكي نعيش بأمان بمنطقتنا بشمال وشرق سوريا. مثلما نعرف أن شهر آذار هو شهر الشهداء، هو شهر المقاومة. دائما وبكل سنة بهذا الشهر نستذكر المقاومة التي أبداها رفاقنا ببداية الثورة، ومثلما دائما نستذكر ونقول بأن بداية الثورة كانت من أصعب المراحل التي نمر بها كالشعب الكردي بداية وجميع الشعوب المنطقة. وهذا الاسم الذي سمي بأسبوع المقاومة هو باستذكار شيخين كانوا من المؤسسين الذين قاوموا بكل الحروب الفدائية والثورية. تعرف فترة مدة ما بين 21 و 28 آذار بأسبوع المقاومة والبطولة نسبة لمقاومة مظلوم دوغان وبطولة معصوم قرقماز. المقاومة والبطولة اللتان أسستا النضال ما زال مستمرا حتى يراهن، حيث أصبح العالم على معرفة ما واجهه الكردي مطلع القرن العشرين بإبادات ثقافية وجسدية وأحداث مؤلمة. وشهر آذار قد شاهد على هذه المآسات، فقد تخلله إعدامات وتهجير ومجازر. كامية الأخيرة 108 مقام، كما يجب أن تكون العملية ناجحة. تلك هي التوجيهات الأخيرة قبل البدء بالعملية العسكرية الأولى تحت قيادة معصوم قرقماز. ولد القائد العسكري معصوم في العام 1956 في ناحية سيبان التابعة لإمام. هاجرت عائلته واستقر في باطمان حين كان طفلا. تعرف على حزب العمال الكردستاني عن طريق صانع الحياة الكريمة مرحوم دوغان، والتحق